الفنانة السورية ديما قندلف تتعرض للتنمر، وشاهد آخر ظهور لها. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وثق تواجد ديما قندلف في مطار بيروت بإطلالة كاجوال باللون البيج مكونة من بلوزة وشورت. واعتمدت الفنانة ديما قندلف على تسريحة شعر بسيطة على شكل كعكة، ولم تضع أي مستحضرات تجميل على بشرتها، مستعينة بجمالها الطبيعي. سخر البعض من وجه ديما قندلف الخالي من المكياج، حيث انهالت عليه بعض التعليقات السلبية والجارحة، وذلك بعد المقارنة بين شكلها والصور التي تظهر فيها وهي تضع مستحضرات التجميل. وأكدت التعليقات أن شكلها لم يتغير، لكن السوشيال ميديا وضعت معايير تلزم الأشخاص بأن يكونوا كاملين في كافة الأوقات التي يظهرون فيها. وجاءت بعض التعليقات حالها مثل أي شخص طبيعي، حلوة بدون مكياج وطبيعية، بالعكس جميلة جدا. ولم تكن تلك المرة الأولى التي تظهر فيها ديما بدون مستحضرات تجميل، فهي تتباهى بشكلها الطبيعي وتنشر صورها بدون مكياج عبر حساباتها الشخصية. يذكر أن الفنانة السورية ديما قندلف تعلقت من قبل خلال مقابلة تلفزيونية لها عن طريق تعاملها مع التعليقات السلبية والتنمر والتجريح التي تشكل إزعاجا للممثلة، حيث قالت ديما: أتجاوز كل التعليقات السيئة وأعتبرهم شفافين وغير مرتبين، وبات لدي فلتر خاص بي لأفلتر الأشياء التي تزيد جرحي. وتابعت ديما: وعلمتني الحياة ألا تجرحني هذه الأشياء، وعلمتني الحياة أيضا تطبيق مقولة I do not care. ويذكر أن آخر أعمال الفنانة السورية ديما قندلف مسلسل العربجي بدور بدور الذي عرض في رمضان 2023، ومسلسل استيليتو بدور فلك.